تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. مشاهدينا اهلا بكم. كيف سبق وخبرتكم 24 نوفمبر هو التاريخ اللي غادي نتلاقاو فيه جميع مع برنامج جديد شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزام. هو فرصه لكل مقاول انه يتمكن من تطوير وتمويل مشروعه بمساعده كبار المستثمرين في عالم الاقتصاد. من بين 150 مقاول غيتم اختيار 24 فقط واللي غيكون عندهم الفرصه انهم يعرضوا مشاريعهم امام المستثمرين ديالنا. كيفاش غيتم اختيارهم وشنو هي المعايير؟ شكون وراء التجربه من حاضنات انكوباتور وايضا من شركاء؟ غنقربكم اكثر من هذه التفاصيل من خلال البرنامج الاول من نوعه في المغرب العربي. نجاح البرنامج ديال لي ستارت اب يلا شكون غادي يستثمر في مشروعي كيعتمد اساسا على العامل البشري وعلى اقامه العديد من الشراكات. احنا فخورين بدعم برنامج ستارت اب وحنا منذ عدة سنوات وحنا تنساهموا في تطوير الاقتصاد الرقمي الجديد ودعم المقاولات الناشئة المغربية. قررنا بأن نزيدوا مازال القدام بالبرامج ديالنا وندوزوا مرحلة متطورة بأننا نقدموا هذه المشاريع اللي ستارت اب عبر هذا البرنامج باش يعرفوهم المغاربه نعرفوا بهم، وكذلك باننا نمكنوهم من انهم يتلاقاو مع مستثمرين باش يتلقاو استثمارات اللي غادي تمكن الشركات ديالهم بانها تطور وتكبر وتزيد مازال. تجمع كل هذه الهيئات كان مهم لاختيار عدد من المشاريع اللي فاق كل توقعاتنا. Alors nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures de start-up très intéressantes pour lesquelles il y a encore beaucoup de challenges, mais on est persuadé que certaines d'entre elles seront des vrais success stories au Maroc. باش يتحول تحدي النجاح تم وضع آلية مسبقة وفعالة رافقتها ورشات تدريب جد مكثفة. هذا البرنامج كان فيه ترشيح ديال 150 ستارت اب من كل الحاضنات المغربية من جميع لي ريجيون ديال بلادنا وفي كل لي دومين. كان واحد لو جوري انديبوندون اللي اختار 40 مشروع اللي عرضنا عليه دون لو كادر ديال واحد لي دو بوت كامب 3 جور دو فورماسيون و دو كوتشينغ باش نحسنوا المردوديه ديال المشاريع و بريزونطاو ديفون ان دوزيام جوري انديبوندون. وبالتالي لجنة أعضاء الاختيار النهائية قدروا يحصلوا على رؤية شاملة لكل هذه المشاريع اللي تم اختيارها وأيضا شخصيات المشاركين اللي بنات هذه المشاريع. On a les dossiers bien sûr sur papier, mais on a énormément de vidéos qui nous permettent de découvrir en fait tous les jeunes entrepreneurs, au moins jeunes d'ailleurs, qui se présentent. Donc on a déjà une perception de l'humain qui est derrière et c'est essentiel parce que bien évidemment un projet, il y a des ratios, il y a de la finance, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes. بفضل هذه الآلية البشرية ذات النطاق الواسع تمكنت لجنة الاختيار النهائية من الحصول على 24 مشروع واللي ممكن تلبي توقعات المستثمرين ديالنا اللي غياخذوا قراراتهم خلال مرحلة البرايمات. On voit bien la différence, c'est-à-dire que quand on voit des startups sur le papier, ça n'a rien à voir quand tu les rencontres, quand tu les vois humainement. En fait, c'est là où on voit que l'humain est au centre de cette émission. المرحلة الثالثة والأخيرة سيتم اختيار 24 مشروع اللي غادي يكونوا في لي برايم فينال واللي غيتلاقاو إن شاء الله مع لي انفستيسور. النجاح ديال هاد ليميسيون ديبون من لا كاليتي ديال لي دوسي. إلا كان لي دوسي مزيانين غادي يكون واحد الاستثمار اللي غيجي مع المستثمرين واللي غيخلي هاد ليميسيون كلها ناجحة وتعطي واحد الصيغة واحد نجاح كبير وفا اسبيري لونسومبل ديال لي جون ديالنا قدام بعد غدا تاهم يجيو في لا سيزون 2 ولا سيزون 3 إن شاء الله. هذا البرنامج غادي يقدم الفرصه الامثل لكل حامل مشروع انه يحقق المبتغى ديالو، ولكن قبل هذا الشيء غيتمكنوا كل هاد المقاولين من الحصول على تدريب حول عروضهم التقديميه او بما يعرف بلي بيتش، ومن بعد غادي يمروا امام لجنه تحكيم اوليه اللي غتقرر شكون اللي غادي ينضم 24 مشترك اللي غتتاح لهم فرصه الحضور للبرايمات ويتمكنوا من تقديم مشاريعهم امام كبار المستثمرين اللي اختارهم برنامج. مشاهدينا تلقاو غدا نفس الموعد مع تفاصيل أكثر. السلام عليكم. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي
معكم كل يوم.